أكلة المكسلين. أكلة المكسلين دي هي دي. هنبتدي بقى ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا جماعة والله الست المصرية دي نقول لها شابوه. يعني اليوم اللي أنا طبخت فيه الأكلة دي كنا قاعدين بننشف السطح، لأن كانت شتواية تقيلة، شتواية بجد. يعني الدنيا فضلت ساكتة فترة طويلة وبعدين بدأت تشتي وشتت يعني شتت وعمرتها الحمد لله، اللهم صيبا النفع. المهم هننزل بقى بعد المجهود التقيل دون هنعمل ايه؟ قلنا ندور على الأكلة الحلوة ديت. أنا طبعا كنت شايفاها على قناة ماجد للكرتون، فقلت فيها ايه ما انفذها يعني. هي أكلة ما فيش فيها ريحة الفزلكة، بس هتأكلنا وهتشبعنا. فقلنا ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نقوم ننفذها. وفعلا حطيت مية على النار تغلي، بس مش عشان اسلق مكرونة، حطيت المية علشان هتشوفوا دلوقتي هنعملها ازاي. يعني حاجة كده في الخيال، أكلة في 3 دقايق. حطيت المية تغلي وحطيت الناحية التانية بيض يتسلق، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حطينا شوية زيت، الزيت اللي موجود عندكم في البيت متاح يعني، سواء ذرة عباد زيت زيتون اللي موجود. حط معلقة توم مهروس و3 معالق طماطم من اللي احنا عاملينهم معجون طماطم يعني. اللي ما عندوش معجون الطماطم ده ممكن يضرب كوبايه ميه كوبايه طماطم كبيره حلوه كده وخلاص. وادي المكرونه بتاعتنا كانت تقريبا نص كيلو، وحطيت عليها الميه المغليه. طبعا انا على ما قشرت الثوم ودقيته كانت الميه غلت. يعني الميه اللي هنحطها يا جماعه يا دوبك يعني ما تغطيش المكرونه، يبقى تبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده بالظبط. ممكن توصل لكوبايه ونص مثلا، اقل من 3 دقايق. وقلت نكشف نتفرج نشوف المكرونه عامله ايه. وفعلا يعني لقيتها لسه يعني هتاخد شويه، مثلا قيمه نص دقيقه كده على ما تستوي وبس تتشرب يعني. وما شاء الله يعني اختبرتها وطلعت تمام اهي ومظبوطه جدا جدا على الشعر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي مكسل يقوم يعمل الاكله دي في ثواني، وطبعا على السخن كده. وخلصت الاكله لحد هنا، واتمنى انها تعجبكم، واتمنى ان بنوتات العسلات يقوموا يجهزوها دلوقتي. وعملتها بقى زوقتها كده، عملت لها كيان بصراحه يعني. الطبق وحطينا فيه المكرونه واللي حطينا فيه البيض، وحطيت ما شاء الله الكزبره والخضره دي خلت لها شكل جميل جدا. انا بحب ازوق الطبق يا جماعه. وخلص الفيديو لحد هنا، وخلصت الاكله لحد هنا. وطبعا منتظرة رأيكم، منتظرة كلامكم الحلو وتعليقاتكم الحلوة، وبكم والله هكمل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.